ماذا كانت تخفي الساعات التي أعقبت نهاية المباراة؟ الكل استبشر خيرا بخروج المواجهة بنتيجة البياض، لكن ما لم يكن في الحسبان هو ما وقع تحت جنح الظلام. محمد الوراق مصور صحفي عين المواجهة الساخنة بين أنصار الوداد وشباب ثلاث لولات وهو عائد من ملعب الفوسفات. ما عرفناش بنادم منين خرج، تخلعنا حتى الطوموبيله ديالي كلها تسخسخات لي انا، ضربات انا، ما عرفناش شكون هادو ماشي رياضيين، هادو ماشي الحب في الرياضه ولا في الكره، هادو اللي خرجوا داروا هذا المشكل راه حشومه كاع. تم ايقاف 29 شخصا من كلا الطرفين، تم تقديمهم صباح اليوم بالمحكمه الابتدائيه ببن حمد، حيث تم اخلاء سبيل 25 شخصا. الكل في جميع المواقع الدولات بعد الفيديوهات اللي بينات بان جمهور الوداد فعلا تظلم، جمهور الوداد فعلا تعرض للعنف، جمهور الوداد تعرض للشغب كبير. عادل احد الضحايا بحي بورغون كاد ان يفارق الحياه بعد تعرضه للتعنيف. احنا بنقص من هذه الكره نهائيا، ما عندنا ما نديروا بها، والمطلوب مني هو الله يكثر خير هاد الدراري هاد وينرز ديال الوداد البيضاوي، وكنطلب من المكتب المسير باش يجيب وينتبه بواحد النظره خاطفه لهاد الدري هذا تا هو يشوفوا. نفس المعاناه بنفس الحي، شباب كانوا يبحثون عن الفرجه الكرويه الا انهم تحولوا الى ضحايا العنف الاعمى. كانت في الحجر كيخرجوا لنا وكيبداو يشيروا عنا، واحد الحجره جات في الشيفور بيدي في جات لي فوجو صافي طاح في هكذا في الترافيك وتجقلب بينا. حتى لا نكون مجحفين في حق الساكنه استقينا شهاده صادمه من عين المكان. الفرقه زادت بحالها، الجمهور اللي بقى معطل هو اللي دار هذه الفوضى، شي وحدين ممثلين الجمهور وما مش بالجمهور، عندهم المالقات، عندهم ذاك الحراق، عندهم السيوبه. هذه الاحداث المؤسفه وقعت على بعد 15 كيلومتر من مدينه خريبكا وليس بداخلها كما كان يعتقد البعض. الناس اللي ديال الوداد راه هما خوتنا، وحنا كنحبوا الوداد، وحنا كنشجعوا الوداد، وما بغيناش هاد الفتنه تبقى بيننا وبينهم. وجمعيه مشجعي ولا الويرنس كنعتذروا لهم باسم ساكنه ثلاث الاولاد الاحداث اللي جرات، كنتمناو هاد الاحداث تكون سحابه صيف عابره ما تاثرش على سمعه الوداد ولا سمعه هاد المدينه.